عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة مع الكابتن على قناة الحدث اليوم. النهارده معايا نجم خريج مدرسة الرجال نادي المقاولين العرب، نجم الزمن الجميل، نجم النادي الأهلي، واحد من أساطير خط الدفاع الكرة المصرية، كان مدافع بدرجة هداف، وكانت رجليه تعرف طريق الشباك من أصعب الطرق. رحبوا معايا النهارده بنجم منتخب مصر والنادي الاهلي ونادي كايزرلاوترن بطل الدوري الالماني، كابتن سمير كمونه. كابتن سمير، اهلا وسهلا بحضرتك. حبيبي الله يخليك. منور الاستوديو. ده نورك، وبشكرك على المقدمه الجميله دي. البرنامج بتاعك هايل، ونسبه المشاهده بتاعته يعني جميله جدا وكتير، وما شاء الله ليك محبين. توفيق بقى ان شاء الله، والديكور حلو قوي. الحمد لله يا كابتن سمير، ده عشان حضرتك بس شرفتنا والله. الله يخليك. لا بجد ربنا يخليك يا كابتن. النهارده كان ماتش الحسم في الدوري الممتاز. النادي الاهلي النهارده كان ونادي الاتحاد، بس ماتش ده تعادل. كان في احداث كتير قوي النهارده، حضرتك شفت الماتش؟ يعني طبعا مباراه انت عارف فيها شده، النادي الاهلي يكسب ياخد دوري، فانت عارف الحاجات اللي بتبقى فيها حسم البطوله او فرقه لا قدر الله بتنزل، يعني اي موقف قوي بتحس ان في شده شويه. صحيح. فممكن يكون اللعيبه كانت مشدوده، اخطاء من بعض الامور الفنيه، الضغط العصبي زي ما قلت لك من اللاعبين، فكل ده بتاثر على الامور الفنيه. فالعامل النفسي لما بتحط اللعيبه تحت ضغط جامد قبلها ب 48 ساعه، النادي الاهلي هياخد الدوري وفاضل له مباراه، ونادي الاتحاد، فما نادي الاتحاد فرقه كويسه طبعا، فرقه كبيره ومعاه مدرب كبير وجهاز فني على اعلى مستوى، فرقه محترمه، والاتحاد طول عمره بيعمل تيم محترم قوي. ده انا لعبت في نادي الاتحاد سنه، صحيح يا كابتن، من احسن المواسم اللي لعبتها في حياتي. كان معاكم نجوم كتير. انا ووليد ونادر وفضل وحسن مصطفى وبقيه النجوم، يعني مش عايز انسى حد، لكن وانور شلوفه، ويعني لا كانت فرقه تقيله قوي. عشان كده النادي الاهلي برضو مش لازم كل الماتشات يكسب. صحيح، دي كوره طبعا، وفيها وارد فيها مكسب وخساره، فبيلعب تيم قوي برضو، ما بيلعبش نفسه. فطبيعي جدا النادي الاهلي بنسبه يعني 90% الدوري محسوم. تمام. فمباراه زي النهارده لا ما تاثرش على النادي الاهلي ولا تاريخه ولا لعيبته ولا المرحله اللي جايه، سواء المحليه ولا الافريقيه. حقيقة يا كابتن. كابتن سمير، هنبدا فقراتنا النهارده مع حضرتك. عندنا الفقره الرئيسيه اللي بنبدا بيها ان شاء الله هي فكره الاسئله العامه. الاسئله العامه مع كابتن سمير كمونه. كابتن سمير، جالك عرض من برشلونه والنادي الاهلي ما رضيش، ليه يا كابتن؟ مش مرضيش، هو المقابل المادي كان النادي الاهلي يمكن ايام الكابتن صالح سيما رحمه الله عليه المايسترو، كان في رقم معين كده. انت عارف الاحتراف في الوقت ده ما كانش فيه غير هاني رمزي بس المحترف، وحسام وابراهيم وطلبه صحيح، والمجموعه دي بس، يعني فكان الاحتراف كان صعب جدا، وانا كان عندي ساعتها 26 سنه او 25 يعني يعني انا طالع متاخر برضه. صحيح طبعا. فلما تطلع لما يجي لك فاكس من برشلونه ويجي لك اولمبياكوس ودورتموند وكايزرزلاوترن، فهو يعني نقى انسب حاجه. صحيح، ما لازم النادي يستفيد طالما انا هسافر. المقابل المادي برضو كان مطلوب اكيد، والنادي برضو. وبعدين انا لما رحت نادي في المانيا، رحت البطل الدوري، اكيد الدوري الالماني، وانا كنت بطل الدوري المصري مع النادي الاهلي وبطل افريقيا ونادي القرن على النادي الالماني كايزرزلاوترن البطل الدوري، ولعبت في الشامبيونز ليج معانا وهاني رمزي ونجوم كتير زي بالك وباسلر وجيركايف يوري وشرياكوس فرصه ومايكل تشيرنبرج لا عالمية. منتخب عالم طبعا، يعني فرقه تقيله جدا. وعايز اقول لك يعني كلوزا كان معانا، الهداف التاريخي لمنتخب المانيا. طبعا يعني كاس العالم. لا فرقه تقيله، فرقه يعني محترمه جدا. فبرضه يعني ما كانتش بتقل برضه عن فرقه برشلونه التوقيت ده حقيقي كتير، لان هي برضه كانت بتلعب في نفس الليفل او المستوى الشامبيونز ليج. كنا ممكن نقابل برشلونه. صحيح، ساعتها قابلنا سيلتيك واندهوفن وبنفيكا وبايرن مونشن، يعني قابلنا نجوم كتير قوي. لعبنا في بطوله اوروبا انا وهاني وظهرنا بشكل كويس، لكن هو عرض برشلونه كان المقابل المادي كان ضعيف شويه، عشان كده النادي الاهلي ما وافقش. اصل الناس حضرتك عارف ارتباط المصريين بالذات ريال مدريد وبرشلونه. طب فكلمه لا برشلونه انا بشجع ريال مدريد ومحبين كريستيانو انت عارف يعني. طبعا. فكلمه برشلونه في الدوري المصري، لا اسم كبير، اسم محترم. يكون عندي لعيب مصري رايح برشلونه،
انا ممكن ازال كل عقبات في سبيل ان انا ممكن اعمل شروط في العقد ان ممكن بعد البيع يبقى في نسبه، يعني كان ممكن ده يحصل وسمير كمونه يبقى في برشلونه. كان ممكن يحصل ان مم. بوبي روبسون كان موجود في نهائي بطوله افريقيا 98 في بوركينا فاسو، مباراه النهائي يا فندم. النهائي تمام. قدام جنوب افريقيا، كسبنا 2-0 بعد هدف احمد حسن وطارق مصطفى. كان متواجد في المدرجات بالفعل، وكان في زي وكيل لاعبين كبير فاتكلم معايا وقال لي ان الراجل اتكلم عليك بشكل كويس، انت ومارك فيش اللي هو المساك جنوب افريقيا. كان بيلعب تمام. في الابيضاني ده ستايل كده، وكان لعيب كويس جدا. وكان هو بساعتها مارك فيش كان بيلعب في انجلترا، فكان بيفاضل بيني وبينه، فانا كنت اصغر حوالي سنتين، ففضل ان فلما اتكلم يعني برضو الامور والعقد والتفاصيل الماديه ما كانتش دخلت في الامور اللي ان انت خلاص هتخلص بقى، هتروح بقى برشلونه ولا هتقعد في الاهلي، فالموضوع ايه وقف. فلما جت العروض الثانيه، مجلس اداره النادي الاهلي عمل اجتماع سريع، في مندوب من كايزرزلاوترن جه ماتش الاهلي والزمالك 3-1 اللي احنا حسمنا فيه الدوري، كان متواجد في المدرج، وبالفعل حصل ان هو كلم مستر اوتري هاجل من المدربين العالميين طبعا، معروف الالماني، تمام يا كابتن. واحرز بطوله الامم الاوروبيه مع اليونان. تمام. وقال له سمير يصلح ان هو يروح البوندسليجا، يعني يلعب في البوندسليجا، فخلاص الامور اتحسمت. ووقتها كنت اغلى لعيب في مصر الحمد لله يعني، واتبعت بحوالي 6 مليون مصري. رقم النادي كبير يا كابتن الاهلي طبعا. خد 6 رقم مليون كبير. مصري، رقم كبير كان ساعتها رقم كبير. طبعا. كابتن سمير معانا على التليفون الكابتن محمد ابراهيم، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري. كابتن محمد اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن محمد. كابتن محمد معانا يا جماعه؟ اوكي. هنرجع لك ان شاء الله، هنرجع لكم تاني باذن الله مع كابتن محمد ابراهيم. كابتن سمير كمونه، احنا قعدنا كام سنه في الاحتراف؟ قعدت سنتين في المانيا وسنه في بورصه سبور التركي، واتفاق السعودي سنه، حوالي 4 سنين وفتره قصيره قوي في المحرر البحريني، واحرزت الدوري البحرين. واحرزت حوالي 4 اهداف، وجبت الهدف الذهبي من ضربه جزاء في مباراه الحسم اللي هي في نهايه الدوري، لعبنا وقت اضافي وجبت ضربه جزاء مع المحرر البحريني. ساعتها كانت هتبقى مملكه، يعني كان او بقت مملكه، كان الملك موجود في المدرج، وكانت بطوله كويسه جدا يعني الحمد لله. يمكن 4 مواسم او 5 مواسم احتراف. ان انا مشكله دايما ان انت برضو مش زي محمد صلاح طالع صغير، زي هاني رمزي، زي ميدو، زي زيدان، دي ميزه مهمه. بقيه الناس لا انت عارف لما بتاخد مساحه من الوقت اكتر ان انت بتطلع تتعايش وبتاخد على الجو وتتاقلم على الجو الكروي اللي موجود والاتموسفير اللي موجود، كل دي عوامل مهمه جدا لما تطلع وانت صغير. ده كان سؤال لحضرتك. اتفضل. طب ماشي يا كابتن محمد ابراهيم معانا على التليفون. اتفضل. كابتن محمد. حبيبي يا كابتن. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ كمونه. حبيبي يا حماده. حبيبي يا كمونه، ربنا يكرمك كمونه. ازيك يا كابتن محمد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. مبروك الاداء والبونت النهارده. الحقيقه انا لسه بتكلم على فرقه الاتحاد السكندري، انت عارف ان انا لعبت سنه هناك وبعشق اسكندريه ونادي الاتحاد ده، يعني حاجه كبيره قوي، معاكم مدرب كبير وجهاز فني محترم، والنادي الاهلي تملي يعني بتبقى ماتشاته قويه مع الاتحاد يعني. الحمد لله حبيبي كمونه، ربنا يخليك، واحنا بنتشرف بيك طبعا. ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن محمد، اداء النهارده قوي جدا، وشفنا نادي الاتحاد النهارده ند قوي جدا للنادي الاهلي، وفي اوقات كتير ما كناش عارفين مين لابس اخضر ومين لابس احمر. لا نادي الاتحاد كبير يعني طبعا، سوا مع اي نادي من الفرق المقدمه يعني، فلكن الظروف بتاعتنا الفتره الاخيره دي الحمد لله يعني عدت على خير، والحمد لله يعني النهارده مادين اداء مشرف، اللعيبه على قدر المسؤوليه، وبالتالي الحمد لله يعني ربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان. تمام يا كابتن. كابتن محمد، احنا شايفين نادي الاتحاد السكندري بيخطو خطوات المقدمه، هل نادي الاتحاد يقدر على اخر الدوري يكون في المربع الذهبي؟ والله بص، يعني هي الامور بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت فقدنا نقط كتير جدا بسبب الظروف طبعا، التوقفات. قبل التوقف كان الامور ماشيه كويس، لكن بعد التوقف الامور شويه اتكعبلت معانا. اكيد طبعا يعني ده مستوى الطبيعي بتاع اللعيبه، اللي رجعنا لمستوانا تاني الحمد لله في مباراه الاهلي، يمكن مباراه الاسماعيلي برضه نفس الكلام، ولكن الاجهاد هو اللي بيخليك تبعد مجموعه لعيبه
بتريحهم وبتلعب لعيبه ثانيه وهكذا. ولكن النهارده الحمد لله يعني وفقنا الحمد لله في اختيار المجموعه اللي كان عندها حيويه اكثر الحمد لله. تمام يا كابتن. احنا النهارده شفنا تغيير كتير في المراكز اللعيبه، وشفنا ان في لعيبه كانت موجوده اساسيه مش موجوده النهارده. اشمعنى لا ده الصحات كده طبيعي، قويه؟ ده طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي في ظل الماتشات المتلاحمه كل 48 ساعه مباراه، كل 72 ساعه مباراه. ده طبيعي في ان انت لازم تغير ولازم تعمل ريفرش للمجموعه اللي لعبت، والمجموعه ترتاح ومجموعه تلعب. ده طبيعي يعني. ومجموعه اللعيبه اللي عندنا الحمد لله سواء اللي بداوا او الاحتياطي او الناس اللي بره خالص، فهم كلهم على قدر المسؤوليه، كلهم مستواهم طبعا الحمد لله. النهارده السنه دي احنا يعني مجمعين مجموعه لعيبه الحمد لله يعني على قدر المسؤوليه الحمد لله. كابتن محمد، عارفين بصراحتك المعهوده نور السيد، هل فعلا في مشكله مع نور السيد مع الجهاز لا يعني اعذرني كلمني في الاجواء المباراه، يعني ابعدني عن المنطقه دي. تمام. في كابتن طلعت موجود طبعا كفيل بان هو يحل المواضيع دي مع الاستاذ محمد مصالحي رئيس مجلس الاداره. ده مواضيع هم يحلوها ان شاء الله تتحل على خير. اوكي، على خير ان شاء الله. كابتن، بعد طرد احمد فتحي في المباراه، هل نادي الاتحاد طمع اكتر وكان عايز ياخد ال3 نقط؟ احنا طمعانين من اول مباراه يعني كلام يعني اكيد ان احنا طبيعيين من اول مباراه، وبالتالي احنا اللي كنا يعني اعتقد احنا ضيعنا فرص اكثر النهارده ادينا حريه لسيسي ورفعت وخالد بوجود عمرو الميداني في الديفندر عشان يحد من خطوره النادي الاهلي حتى المنطقه العمق. وعشان كده كمان ادانا اريحيه ان احنا ندي حريه الثلاثي الهجومي ان هم يعملوا شغل كويس. والحمد لله هم عملوا شغل كويس النهارده وكانوا يعني الافضل طول المباراه الحمد لله. يعني نقدر نقول النهارده ان الاتحاد خسر نقطتين يا كابتن؟ طبعا ضربه جزاء استضياع، احنا اللي مضيعين اكثر، فرصنا اكثر. لو رجعت المباراه هتلاقي فرص النادي الاهلي ضعيفه جدا في خلال 90 دقيقه. فرصه مثلا بتاعت مروان، احنا مضيعين كذا فرصه من سيسي او رفعت او كريم الديب اللي في الاخر او خالد قمر. لا يعني عندنا احنا فرص اكثر الحمد لله. كابتن محمد، اداء هايل جدا فعلا. نادي الاتحاد السكندري نادي كبير، نادي محترم، شعبيه كبيره. نلبس اخضر. بالتوفيق يا كابتن محمد. حبيبي يا كمون. بالتوفيق ان شاء الله كده. وطول عمرنا بنتكلم عن نادي الاتحاد ده كويس، انه فعلا من الانديه الكبيره الجماهيريه اللي احنا كلنا بنحبها. يعني توفيق ليكم في اللي جاي ان شاء الله. توفيق يا كابتن. احنا ان شاء الله الخامس دلوقتي ان شاء الله قربت، يعني هانت. الفتره الجايه تبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن محمد. حبيبي. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. كابتن سمير كمون، احنا قلنا ان احنا قعدنا سنتين في الدوري الانجليزي، في الدوري الالماني. حضرتك شايف ان التأقلم وحضرتك ما خرجتش بدري خارج 26 سنة، هل ده أثر على وجود حضرتك في الدوري؟ هو المفروض زي ما انا قلت لك يا تامر، يعني المفروض يعني حتى لو من 22 23، بس هي الظروف كانت صعبة جدا الفترة دي. ما كانش في حد بيحترف كتير. النادي الاهلي ما كانش بيسيب حد خالص يعني، ولا الأندية التانية. تمام. يعني انا كنت في المقاولين العادي القديم اللي هو لازم تكمل 6 سنين بعد ال 20 سنة وتمشي عشان تبقى فري. فكانوا بيضحكوا علينا. ايوه بالظبط. احتراف وهمي. بالظبط. انت لو كنت سافرت بره ما انت مش ماضي عقد احتراف، يعني كنت تحترف. فانا ده بالفعل حصل. كان الوحده السعودي كلمني، سافرت ومضيت. فالنادي الاهلي لما عرف رجعني ورجعت النادي الاهلي. يعني ما عرف ان انا خلاص هطبق الاحتراف عشان مش عامل عقود رسميه. ده كان بند او ثغره في العقد كده، زي ما هيثم فاروق مشي عملتها. لكن النادي الاهلي يعني عايز اقول لك كان المهندس عادل القيعي كلمني ورحت رايح النادي الاهلي بالثغره دي. كانت الفتره دي بقى، يعني قبليها بسنتين كانت ممكن، يعني عايز اقول لك يعني هي دي الفتره اللي انت ممكن تسافر فيها تحقق كل احلامك. لازم يكون عندك مساحه من الوقت عشان تستمتع زي محمد صلاح كده اللي كلنا بنفتخر بيه. تمام يا كابتن سمير. هنطلع فاصل بسيط ونرجع فاصل ونرجع حضرتك مشاهدين. ومعانا على التليفون كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي والمدرب الحالي لنادي اسوان. كابتن احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. حبيبي الحمد لله بخير والله. مسا على حضرتك وعلى طبعا النجم الكبير كابتن سمير كمونه. منور يا ابو سمره. حبيبي ابو حميد، الف مبروك حبيبي على الاداء والنتيجه ووصولك للنقطه 31. انت دلوقتي في الثامن او التاسع بتهيألي الترتيب،
وعامل شكل كويس قوي لاسوان، شكل مختلف واداء رائع يعني، وفي واضح شغلك على فرقه اسوان يعني. مبروك يا ابو حميد، حبيبي يا واتمنى كابتن. لك التوفيق يا حبيبي، وتبقى من احسن لاحسن ان شاء الله، واللي جاي احسن ان شاء الله يا حبيبي. وانت مدرب كبير والمفروض ان انت تاخد فرصتك يا امير. ما انت بتدرب بقى عملت يعني نتائج كبيره. وبقيت لا ده الزملاء حقيقي. بقى سبقتوني، وان شاء الله اللي جاي لا لا باذن لا الله. حقك. لا 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 قريب ان شاء الله وعملت يا كابتن. نتائج جميله في الدوري الممتاز مع غزل المحله، ويعني ومع الرجاء اعتقد يعني كنت ما شاء الله. يا رب يكرمك يا الله حمود. لا يكرمك يا أبو مدرب حميد. كبير، مدرب كبير، وان شاء الله باذن حبيبي الله حبيبي، جايه على لك فكره احمد وهتثبت وجودك. من اعز اصدقائي من ايام ما كنا في ناشئين المقاولين، ورحنا مع بعض النادي الاهلي، وفريق الاول في طبعا. المقاولين، بعدين رحنا النادي الاهلي، فليه صولات وجولات معايا. وكنت يعني عايز اقول لك كنا عنده في البيت على طول، وعندي ودورات حبيبي. ان رمضانيه. شاء الله يا كابتن. فين الايام ومن اعز الجميله دي يا اصدقائي، وهو كابتن؟ شخصيه فين؟ محترمه جدا ومدرب حبيبي يا كويس. ربنا كمونة. يوفقك يا ابو حميد. لا ويكرمك والله، وحقيقه ده حقك والله، لازم تاخد فرصتك، لان دي حقيقه نتمنى الناس تشوف الجيل بتاعنا اللي بيقولوا عليه شباب يا كمونه، رغم ان احنا طب خلاص بس احنا يعني عجزنا، شباب. هنشتغل امتى يا احمد لما سننا تقع؟ والله لا ان شاء الله جايه لك والله. انا متوقع انت مدرب كبير. ربنا لا لا، يكرمك انت إن عامل شاء شغل الله انت وأبارك لك والجهاز قريب. اللي معاه، الفني اللي معاك والطبي، كل الناس الحقيقه، ومجلس اداره نادي اسوان بحقيقه ان هم يا اختاروا رب احمد يخليك. كشري. يا رب يخليك يا والله كمونه، انت بأمانة مدرب يعني. كبير. لا والله ان شاء الله باذن الله قريب هبارك لك. انا يعني حاسس كده انت ان شاء الله في فرقه كبيره باذن الله في الدوري الممتاز. ربنا يخليك كابتن. كابتن حبيبي يا كشري. كابتن. كابتن احمد ازيك؟ ازي حضرتك؟ حبيبي يا لشيد، ازيك حبيبي؟ عامل ما ايه؟ شاء الله اداء اسوان مباراه بيتطور، وشفنا النهارده الحصيله 4-0، يعني اداء قوي جدا ونتيجه هايله قوي. والله الحمد لله الحمد لله، بحمد ربنا طبعا على النتيجه والاداء. يعني انا ما اضحكش عليك، كان اصعب مباراه ليا في الدوري كانت المباراه النهارده، حقيقي. اكتر من فرق كتيره كبيره، لان طبعا. النهارده المباراه دي يعني توصلك للبونت 31 ده في الوقت ده. يعني عارف يعني انت بتقطع شوط كبير، وبالذات مع فريق عنيد وفريق محترم زي طنطا، اللي هو النهارده بالنسبه له انا كنت يعني شايف ان هي الفرصه تقريبا شبه يعني الاخيره، مع احترامي طبعا ليهم. حقيقي. فطبعا كانوا بيقاتلوا في المباراه وكانوا مركزين، لكن الحمد لله لعيبتي بصراحه كانوا النهارده رجاله وكانوا قد المسؤوليه، فالحمد لله يعني على الفوز، احمد ربنا. توفيق يا كابتن. شايفين حضرتك كده بعد النتيجه دي والاداء ده، هل خلاص اسوان ان شاء الله ضمن يبقى موجود في الدوري باذن الله؟ اسوان ايه؟ موجود في الدوري، ضمن البقاء ان شاء الله، موجود بالاداء ده؟ والله لا طبعا لسه ما ضمناش. لا 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 لسه طبعا، بس احنا قطعنا شوط الحمد لله كويس، يعني خطوه كبيره. لكن احنا بنتمنى ان احنا نقعد، وانا ممكن تلاقينا في المركز الثامن او التاسع، لكن انت برضو خلي بالك تحتيك فرق كبيره ليها اسماء وعندها لعيبه تقيله طبعا. وعندها خبرات. أكيد. فلا طبعا الدوري لسه في الملعب، لسه بدري، بس يعني بنتعشى نقعد، لكن ندور على مركز والكلام اللي الناس احيانا بتتكلم. لا يعني احنا برضو خبرات لعيبتنا لسه، لكن انا بدور على القعاد في الدوري، وده الاهم بالنسبه لي طبعا. والامور صعبه، لان انت تحتيك فرق كبيره، انت تحتيك اكيد يا كابتن. تحتيك الانتاج الحربي، وتحتيك النهارده الاسماعيلي، وتحتيك الجونه، المصري. وتحتيك المصري، طبعا. لا وادي دجله والجونه وادي دجله. يعني انت كتير. بتتكلم مع احترامي صعب لينا احنا كنادي اسوان، امكانياتنا يعني طبعا متواضعه بالنسبه ليهم، طبعا يا كابتن. لكن بالعطاء وبالاصرار يعني اللعيبه بتجتهد وبتحاول ان هي توصل ان هي تستقر في الدوري. فلا المشوار صعب، لسه بدري، يعني انا شايف ان لسه بدري خالص. كابتن كشري، شفنا الفتره اللي فاتت اعتراضات على التحكيم، وشفنا قرارات طلعت من نادي الاسوان يعني بيقول التحكيم يا جماعه يا ريت الناس تظبط شويه. تعليق حضرتك؟ لا انا مش عايز اتكلم عن التحكيم خلاص، معلش اعفيني، عشان الناس يعني برضو النهارده كان في حكم الكابتن محمد عادل، حكم يعني كبير وحكم مميز، والمباراه خرجت بهدوء رغم ان حسب لنا ضربه جزاء واتلغت الفار، ومع ذلك احنا ما اتكلمناش حاجه، وانا يعني قلنا خلاص احنا هنركز، لان في الاول والاخر الحكام عايز الحكم برضو زي ما انا عايز اخرج مبسوط، وعايز ينجح. الناس بتشد بيه، عايز ينجح طبعا اكيد. فيعني فلا لا 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 يعني قصه التحكيم والكلام ده لا، يعني هم مجموعه متميزه وكويسين. في اخطاء من الفار لان هي اول سنه يعني، فالطبيعي ان ممكن يبقى فيها اخطاء، يعني يمكن حظنا ان هي جت فينا كم مره، بس لا احنا يعني عارفين ان هي مش مقصوده، وهم حكام كلهم شرفاء وناس محترمه، فربنا يكرم في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. وبعيد
بعيد عن التحكيم ان شاء الله باذن الله الامور تمشي طبيعيه باذن الله. بالتوفيق يا كابتن احمد في اللي جاي ان شاء الله، واسوان ان شاء الله يكمل في الممتاز ان شاء الله. يا رب يخليك، اشكرك شكرا يا وسعيد كابتن ان انا كنت معاك ومع نجم مصر الكابتن سمير كمونه، وبالتوفيق ليك يا ابو سمره حبيبي. حبيبي يا ابو حميد، جود لك يا حبيبي في اللي جاي ان شاء الله. كابتن سمير هندخل على الاسئله الخاصه. اتفضل. الاسئله الخاصه مع كابتن سمير كمون. اصعب موقف اتعرضت له في حياتك؟ هنتكلم بقى مواقف حاجة كتير. شخصية. ايوه بالظبط. يعني موقف الوقف، متوقفت سنه، صعب جدا ان انت تبعد عن حاجه بتحبها لمده عام، سنه كامله وقف من اتحاد كتير. الكوره، وقف ظلم. عارف لما تحس ان انت مظلوم ويعني بتشتغل شغلانه انت بتحبها واكل عيشك، بتتوقف سنه بدون وجه حق، ظلم، افتراء، تسميه زي ما انت عايز. صحيح. لان فعلا ده حقي لما بتكلم في الموضوع ده، ببقى بصير جدا وبتعصب لان اتحرمت. وبعدين انا كنت جاي من المانيا، ومستر مانو الجوزيه كان جاي بيتفرج على نهائي كاس مصر، وقال رقم 5 هنا سمير كمونه احسن، يعني رقم 5 ده احسن لعيب في الفرقه. صحيح. في النادي الاهلي، هو اللي على لسانه. والناحيه الثانيه وائل جمعه لعيب كويس. هنجيب وائل مع سمير يبقى مع بعض دوت. تخيل انت بقى. تمام. يعني سمير كمونه وائل جمعه وكان شادي واحمد السيد. فعارف توب فورمه، يعني عايز اقول لك احسن فورمه، يمكن كانت احسن فورمه ليا قبل ما اسافر المانيا. فلما توصل للفورمه العاليه قوي دي، واخد كاس مصر، وقرار تاني يوم الظهر، يعني بعد المباراه واحنا شايلين الكاس، بيجي قرار بوقفك لمده عام. الموقف كان ايه يا كابتن؟ ان انا اشرت باشاره خارجيه، او يعني مش كويسه، يعني مش تمام. عايز اخش في تفاصيل وكده. تمام. وما كانش في حاجه، يعني كان الحكم كان رضا البلتاجي، وكان المساعد بتاعه نادر عبد المقصود، وكان رئيس الاتحاد كان اللواء دشور حرب. تمام. فلما خدوا القرار، كان قرار صعب قوي. كان صعب. وانت عارف بقى الواحد هيمت بقى، والموضوع طلعت بقى اعاره تركيه يعني الموضوع مشي كده. بس انا يعني بتاثر قوي بالموقف ده، هو ده اصعب موقف في حياتي. كابتن سمير كمونه فتره كابتن ايمن مزين لما ما كانش موجود في طنطا، سمعنا اخبار ان حضرتك كنت متواجد، وبعد كده كابتن ايمن مزين رجع تاني. في الايام دي سامعين برضو اخبار بتقول الكلام ده، ان حضرتك ممكن تكون متواجد في فريق طنطا. والله انا بسمع زيك يا تامر. الواحد سمعه تقل اليومين دول. يعني هو بعيد عن الدوري الممتاز شويه. يمكن انا جربت الرجاء، كانت من اجمل فترات حياتي مع الحاج سعد صندوق والمجموعه اللي كانت موجوده. ومشكلتي ان انا لما رحت الرجاء بعد ما كابتن محمد عبد السميع، انا كنت ماسك مدرب عام، وهو مشي وانا كملت. عملنا فرقه كويسه قوي، لكن الوكلاء بوظوا الدنيا كلها. يعني كنا كسبانين النادي الاهلي، وكسبانين المقصه الكابتن ايهاب جلال، والجونه، كسبانين ماتشات كتير كويسه، وعاملين يعني فورمه عاليه قوي، واللعيبه تالقت، وكان بيلعب كره حلوه. كل مصر كانت بتتكلم طبعا. لكن معظم اللعيبه، يمكن 75% من اللعيبه كان عقده خلصت. فالوكلاء هنا برضو بيصطادوا، يعني عارف، ويعرفوا من الانديه واتحاد الكوره مين اللي عقده هيخلص. والماتشات الحلوه اللي احنا كنا عاملينها ابتدوا ينقوا اللعيبه المميزه. تمام. 8 لعيبه و9 لعيبه راحوا القوام الاساسي الفريق. طبعا. فيعني هي دي اللي اثرت بقى. بعد كده نقله ثانيه رحت المحله، بس كان المحله كانت ظروفها اصعب. كان تيم كويس، وكانت اداره برضو محترمه وناس محترمين. هم كانوا قالوا لي تعالى، بس احنا عارفين ان الفرقه تنزل، بس كمل معانا، والسنه الجايه نعمل فرقه ونكمل وتصعد تاني. تمام يا كابتن. فالوضع اتغير، والامكانيات كانت ضعيفه قوي. فيعني برضو كانت تجربه كويسه، لكن هم دول التجربتين اللي انا خضتهم في الدوري الممتاز. لكن تجربه الانديه اللي انت بتقول عليها تامر، يعني برضو انا بسمع ان في ترشيحات وكده، لكن برضو يعني عايز اقول لك، يعني معظم الانديه لما انت بيتكلموا معاك، لو انت مثلا من اول السنه وتشتري لعيبتك ويتاقلموا على طريقه لعبك، وتنقي اللعيبه وتعمل معسكر قوي جدا، تمام يا كابتن، بتبقى الامور افضل يعني. لكن لو فرقه واتفقنا على الظروف اللي موجوده، ويعني ما تحملش المسؤوليه زياده عن اللزوم، والناس تبقى زعلانه من الاداء او النتائج، ممكن صحيح يبقى في كمان السنه اللي جايه مفيش مشكله خالص. بس تبقى الامور واضحه.
طيب يعني لو اتعرض على حضرتك طنطا دلوقتي حضرتك هتوافق ولا لا؟ بتحرجني على الهوا لا مش هحرجك انا. لا اصل انت برضو اصل هو موقف صعب جدا، حضرتك شايف طنطا دلوقتي احنا بنتكلم موضوع صعب جدا معاهم. موقف صعب بس فرقه جدا. كويسه قوي. اه ومعاهم مجلس اداره، يعني مهندس ربي يعني عايز اقول لك طبعا. انسان محترم جدا وراجل خلوق وبيفهم كوره قوي وبيصبر على المدربين. يعني برضه عايز اقول لك ان هو ما بيضحيش بحد. بيفضل لحد ما المدرب يزهق هو اللي يقول له امشي. في رؤساء انديه ثانيه ما بتقدرش، ما بتستحملش ماتش الثاني يقول له قدم استقالتك يا اما هو لا يقول لك في استقرار وفي امكانيات كويسه وعندهم جمهور كويس جدا وفي ظهر الفرقه. ايام لما كان في جماهير دلوقتي الامور كانت صعبه، لكن عايز اقول لك مجلس اداره وبيحبوا الكوره قوي وبيحبوا ناديهم قوي. صحيح. فيعني الامور لازم تبقى واضحه. ما بتكلمش على طنطا بس، طبعا انا بتكلم على الانديه عموما جنرال، يعني اي نادي يعني مثلا الامور تبقى واضحه. انا ما عنديش مشكله يعني، خصوصا لو في الدوري الممتاز يعني دي فرصه. اكيد اكيد. كابتن سمير هننتقل للاسئله الثانيه، اسئله محرجه وجوابه. لا مش محرجه، اسئله حلوه. سؤال وجواب مع الكابتن سمير كمونه. كابتن خطيب رفض يجدد عقد كابتن سمير كمونه؟ لا لما انا مشيت من النادي الاهلي سنه 2001 2003 2002 2003 بالظبط. انا مش عايز مش هنخوض، احنا هنقول ولا لا. هو مش الكابتن خطيب، هو الكابتن خطيب اللي كلمني في التليفون. تمام. تعليمات او تقرير من مستر بنفرير الهولندي اللي كان ماسك الاهلي وخسرنا الدوري في مباراه اخر ماتشين. فكتب تقرير استبعاد سمير كمونه ووليد صلاح الدين ومحمد فاروق وعلاء ابراهيم من قائمه الفريق الموسم الجديد. فده كان قرار صعب جدا طبعا. فهنا النادي الاهلي منظومه ناجحه وبتحترم راي المدير الفني كويس قوي. اكيد. فما تنفعش تناقشه. لو قالوا مشوا احسن لعيب في الفرقه الاداره هيسمعوا الكلام. ده احتراما للراجل المدير الفني. حتى لو هو قليل، هو فعلا كان مدرب قليل جدا يعني، كان من اقل المدربين اللي مسكت، لكن كان ليه وجهه نظر وهو عرضها على مجلس اداره النادي الاهلي. فكابتن خطيب كلمني قال لي والله الراجل كاتب تقرير ان انت ما تبقاش موجود للسنه الجايه. قلت له خلاص انا بحترم يعني قرار مجلس اداره النادي الاهلي تمام يا كابتن. وانا يعني قال لي لو انت حابب تبطل وتعمل ماتش اعتزال وتمسك منصب او كده. قلت له بشكرك كابتن، لكن انا يعني فعلا انا ممكن اقدر العب كذا سنه تاني. فبالفعل يعني السؤال ده صح. تمام. لكن انا بضيف حاجه ان انا رحت بقى نادي الاتحاد السكندري. لعبت سنه كويسه قوي طبعا في المصري البورسعيدي. لعبت سنتين ما فيش اروع من كده مع حسام وابراهيم وخالد بيبو وكل المجموعه وعماره وهيثم فاروق وكل الناس اللي كانت موجوده وفضل وهاني سعيد مجموعه ونادر. لعبت سنه في بتروجيت وبطلت 4 سنين بعد القرار اللي انت كابتن خطيب. حسام حسن افضل مهاجم في مصر؟ بالتاكيد مفيش شك. يعني انت جبت سؤال وبتجاوب عليه، يعني انت لو انا ما جاوبش انت هتجاوب. رقم واحد ده كبير الهدافين على راي كابتن ميشو الشربيني طبعا مواليد منطقه الجزائر. لا رقم واحد فعلا نمبر 1. عبد الحليم علي اصعب مهاجم لعبته قدامه؟ عبد الحليم فرود هايل، سريع وقوي وهداف. تمام. 3 ميزات دول ما تلاقوهمش في اي فرود على فكره. صحيح. لا لعيب ذكي وبيعرف يجيب جون، بيتحرك، عارف التلت الهجومي، عارف وجوه ال6 يارده بيعرف يروح فين ويظبط التايم بتاعه عشان يجيب جون. بالظبط. لا ذكي ومن الهدافين الكويسين. وهداف تاريخ النادي الزمالك طبعا. يعني طبعا مش كلام يعني. حضرتك سبت المنيا، رحلت عن تدريب المنيا بسبب طارق السيد؟ لا خالص. على فكره انا ما عنديش مشكله ولا مع طارق ولا غير طارق في الفتره اللي انا مسكت فيها. المكان اللي انت مش مستريح فيه نفسيا مش هتعرف تشتغل فيه. اكيد اكيد يا كابتن. هقولها للمره المليون. السؤال ده سالني كتير. كان مجلس اداره كانوا محترمين جدا في المنيا وما عنديش مشاكل معاهم ولا مع طارق ولا مع اللعيبه ولا مع اي حد. انا بس ما كنتش مستريح نفسيا عشان كده انا مشيت، بس هي دي القصه. جميل. حسام عاشور، شايف موقف حسام عاشور ورحيله عن النادي الاهلي هو نفس موقف حضرتك؟ هو ولا شايف ان هي الدنيا متغيره شويه، الارقام عليت انت عارف وحسام لعب اكتر. ولو انا كنت ما احترفتش كنت هيبقى ممكن يعني انا كنت حاسس ان انا هعمل تاريخ يعني زي حسام عاشور وائل جمعه. السنين اللي انا بعدتها على النادي الاهلي 5 سنين دول فرقوا ال5 سنين دول. لكن حسام يعني يمكن اكتر لعيب لعب ماتشات داخل النادي الاهلي. صحيح.
وليه تاريخ وما يتنسيش، ومش عشان موقف كلنا هنشتم ونقل ادبنا على حسام او غيره. لا لا لا، بالعكس، ده موقف ما بينه وما بين اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي خد القرار وهو تقبله، خلاص الموضوع خلص. صحيح صحيح يا كابتن. كابتن سمير كمونه، حضرتك كنت قريب جدا من انتقال نادي الزمالك بعد عودتك من الاحتراف. مظبوط. عايزين نعرف ازاي. لما جيت من الاحتراف كان انكل رجلي مكسور، هقعد حوالي 3 شهور. قعدت شهر ونص في المانيا، وجيت هنا عملت تاهيل عند كابتن علاء شاكر وفكيت الجبس، وكانت عندي مشكله في انكل رجلي جامده يعني، وكان خلاص فاضل لي سنه في المانيا وعاد يخلص. كابتن صالح سليم رحمه الله عليه كلمني وقال لي احنا عايزينك. كابتن صالح سليم. فقلت له يا كابتن تحت امر حضرتك كده، انا دلوقتي انا في مصر وبتعالج، ويعني فاضل لي حوالي اسبوعين او 3. قال لي تعالى لي النادي بكره الساعه 11 الصبح نقعد مع بعض ندردش شويه، عندك مانع؟ قلت له لا طبعا مفيش مشكله، انا هاجي لحضرتك يعني. كان عندي تمرين بعد الاجتماع دوت، وقال لي احنا عايزينك في احلال وتجديد للفرقه، وفلان مشي وفلان هيمشي وعايزين نعمل فرقه قويه تاني. جميل. عندك الرغبه؟ انا سامع ان انت فاضل لك سنه في المانيا يعني. قلت له ما عنديش مشكله، يعني حضرتك طلبت مني وده ناديه اللي انا احترفت منه خلاله طبعا، او من خلاله لو رجعت، وانا كنت موعد حضرتك لو رجعت مصر هرجع النادي الاهلي طبعا. بالفعل حصل تفاوض بين كايزر زلاوت والنادي الاهلي، ورجعت نادي الزمالك. مين كلم حضرتك؟ النادي الاهلي. كان نادي الزمالك بقى بيكلمني لما كابتن صالح قعد معايا. تمام. انا بحكي لك القصه يعني موقفه يعني داخل الموقف اللي انت بتتكلم. تمام. كابتن حسام وكابتن ابراهيم كلموني قالوا لي يا سمير احنا عايزينك، وتوفيستر اتكلم عليك كويس وعايزك تلعب معانا في نادي الزمالك. وكابتن احمد رمزي وكابتن حلمي طولان كان ماسك مع توفيستر، ده الجهاز. انا حسام وابراهيم دول اخواتي. تمام. فانا مكسوف ومحروج منهم ان انا يعني عايز اهرب منهم. ايوه. كابتن احمد رمزي كلمني، كابتن حلمي طولان عايزينك. توفيستر كلمني، رحت له الاوتيل، شرح لي طريقه اللعب اللي انا هلعب مع نادي الزمالك. تمام. احترمته وقعدت، وقال لي هتلعب جنب الاباني ومدحت ونادر وعبد واحد تقريبا، حسام وابراهيم. لا فرقه تقيله، وحازم وابو العيله. لا 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 لا، فرقه محترمه جدا، نجوم، وكانت احسن فتره شفتها النادي الزمالك من فترات طويله يعني. فقعدت معاه، لكن انا بصراحه بحترم نادي الزمالك جدا. احترمت مستر اوتوفيستر ان هو كان بيحبني وكانت علاقتي بيه كويسه ودربني في النادي المصري، لكن بصراحه انا ما قدرتش يعني، لان انا فعلا يعني نادي الزمالك نادي كبير. انا بقول لك اهو يعني ما عنديش مشاكل خالص مع اي حد في نادي الزمالك، لكن حب للنادي الاهلي اضطرني كده اركب العربيه الصبح واروح للكابتن صالح يعني. طبيعي. وبمناسبه نادي الزمالك، معايا على التليفون الاستاذ هيثم عباس، نائب رئيس نادي النفط العراقي بعد توقيع البروتوكول التعاون نادي النفط ونادي الزمالك. استاذ هيثم، اهلا وسهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليك استاذ تامر، ومساء الخير على ضيفك النجم الكبير الكابتن سمير كمونه. طبعا. افضل مساك في افريقيا في وقته. الله يكرمك. اخبارك ايه؟ كله تمام يا استاذ؟ ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج الكابتن، ومساء الخير على كل الشعب المصري. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حبيبي. استاذ هيثم، عايزين نعرف تفاصيل البروتوكول التعاون بين نادي النفط العراقي ونادي الزمالك. بالحقيقه طبعا اليوم يعني كنت في زياره لنادي الزمالك، هذا النادي الكبير، النادي العالمي، وكان في استقبالنا السيد المستشار مرتضى منصور، وكذلك المهندس مرتضى هاني زاده، وتم الاتفاق مع السيد المستشار على وضع بنود اتفاقيه من خلال الايام القادمه يتم توقيعها، انه نعقد بنود من اجل توحيد العمل بين نادي نفط الوسط ونادي الزمالك، وفتح اكاديميات في العراق باشراف نادي الزمالك، وتبادل المواهب من اللاعبين، ونقل الخبرات من المدربين في نادي الزمالك للعراق. وبعد اكثر من هذا الجانب، انه احنا ننقل الخبرات الاداريه اللي موجوده بنادي الزمالك الى نادي نفط الوسط العراقي، وهذا من شأنه ان يقرب
وجهات النظر والتبادل الرياضي، وكذلك الاستفاده من خبرات هذا النادي الكبير والمستوى اللي وصلت له الانديه المصريه بالحقيقه انديه عالميه. انتم متطورين في مجال كره القدم، في مجال الاعلام، في مجال يعني سابقين اكثر الدول العربيه. انا اعتبر الانديه المصريه انديه عالميه. طبيعي 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 يا هيثم. هيثم، يعني ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دي ممكن نلاقي لعيبه مصريه او لعيبه من نادي الزمالك متواجدين في نادي النفط العراقي؟ ممكن جدا، ممكن جدا، واحنا نفتخر بالمستوى الطيب اللي يقدمه اللاعبين المصريين. واليوم خير ما يفتخر به مثل ما قلت لك ضيفك الكريم الكابتن سمير كمونه. مش محتاج مساكه يا استاذ هيثم. واليوم مش محتاج مساكه، اجي العب معاكم سنه ولا حاجه اخس بس. حبيبي تشرفنا يا كابتن. 5 كيلو حبيبي. واليوم محمد صلاح مفخره لكل وطن عربي حقيقه. طبعا مفخره لكل وطن عربي. لذلك يعني كل الخبرات الموجوده عندكم والمواهب هي مفخره للكره العربيه. احنا عارفين ان نادي النفط العراقي كان استعان بخدمات مدربين مصريين، امثال كابتن محمد يوسف، كابتن حمزه الجمل. نعم وكابتن خالد مدرب حراس المرمى. مظبوط. نعم مزبوط. كان موسم مميز، ويعني كاد نادينا ان يحصد اللقب الدوري المره الثانيه على التوالي لولا الظروف اللي حصلت لنادي يعني الكابتن حمزه الجمل، وما قدر يكمل مشوار بديسي السنه، يعني ظروف عائليه صار عنده. تمام. احنا ممكن نلاقي قريب كابتن سمير كمونه في النفط العراقي. والله ان الشرف شرف لي انا كمان يا استاذ هيثم. ان الشرف. اتمنى الموفقيه في مهمته الحاليه اللي يعني كمدير فني ان شاء الله، اتمنى له الموفقيه بها ان شاء الله. حبيبي انت نادي كبير، نادي النفط العراقي طبعا، وبروتوكول جميل. نادي الزمالك نادي كبير برضو وحاجه تحترم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يحفظك كابتن حبيبي. استاذ هيثم عباس، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا. كابتن سمير كمونه، هندخل في الاسئله الفنيه. الاسئله الفنيه مع كابتن سمير كمونه. سمير، صالح جمعه موهبه محترمه جدا وموهبه ممتازه، بس هو ظلم نفسه ولا الظروف اللي ظلماه كتير؟ لا، هو ظلم نفسه كتير، لان انت بتتكلم في لعيب خلاص، لعيب جاهز وعنده امكانيات فنيه عاليه قوي، لكن لعيب مقصر في حق نفسه. النادي الاهلي صبر عليه كتير قوي، يعني النادي الاهلي ما بيبيعش اي حد بسهوله يعني. وعشان اداره النادي الاهلي واي جهاز فني بيجي، مدير كره بيبقى متواجد بيحب النادي وعارف ان صالح لعيب كويس، بيصبر عليه، فدي حاجه كبيره قوي طبعا. فلازم رد الجميل هنا بقى يعني. انت يعني حته ان صالح بيخسس دي بقى له 3 شهور، معلش يعني. انا كنت لعيب كوره ومدرب يعني. طبعا. انا خس من 5 شهور، من سنه، من سنتين، من 3، يعني حته الوزن ومش جاهز فنيا وبدنيا، كل دي حجج، وممكن تكون حجه للمدير الفني عشان ابعده. لكن انا طول ما انا عندي اصرار وعزيمه ويعني عايز العب وعندي غيره على اكل عيشي، انت راجل بتاخد ما شاء الله رقم. طبعا انا بتكلم كده بس عشان انا بحب صالح. اكيد يعني انا اخوك كبير، بتكلم مصلحته. والله كابتن بتكلم مصلحته، انا ما بقطعش فيه. موهبه يعني حرام. بالظبط، انت موهبه كبيره وعندك يعني امكانيات عاليه قوي مش موجوده عند 2 3 في اللعيبه المصريين. فانت يا صالح يعني مقصر في حق نفسك، يعني لازم تبقى افضل من كده. كابتن، مصادرنا صالح جمعه وقع 5 سنين نادي الزمالك. ما اعرفش يعني، انت ده مصادر خاصه، ده لازم بقى انت تجيبه على التليفون وتساله، لان انا ما اعرفش الحقيقه. لكن هو يعني لو فضل في النادي الاهلي وبقى فورمه، هيبقى مكسب كبير النادي الاهلي. طيب، هو بالمواقف اللي بتحصل دي مع صالح، هل صالح لو راح الزمالك هل هيبقى اضافه للزمالك ولا هنشوف نفس المشاكل؟ ما هو اللعيب طول ما هو مستريح نفسيا هيأدي، سواء اهلي او زمالك. احنا ايه اللي مش مخلي صالح مرتاح نفسيا في الاهلي؟ ما انا مش عارف يعني، هي دي المشكله. السؤال ده يتسأل له هو، انت عايز ايه تاني؟ بس انا يعني اقول لك المره المليون، انا مقتنع جدا بصالح جمعه، عشان كده ممكن اقصى عليه في كلمه او جمله او نصيحه. لكن انا بقول له انت المفروض تبقى من احسن اللعيبه او احسن بلاي ميكر في مصر، زي عبد الله السعيد كده في نادي بيراميدز. انا جاي دلوقتي خبر حالا دلوقتي ان صالح جمعه بكره هيقعد مع كابتن محمود الخطيب والكابتن سعد عبد الحفيظ ولجنه التخطيط في الاهلي.
هيدرسوا الموقف ويشوفوا هيوصلوا لايه بالظبط. يعني اعاره ولا يمشي ولا يجدد؟ انا هل بقى يعني هل هيكمل معاهم؟ هل فعلا هيدوا اعاره؟ لان الموقف كده صعب، احنا كل يوم في مشكله كبيرة. كل يوم في مشكله لو طبعا. مشي في النادي الاهلي خساره كبيره طبعا. كمان المركز ده مش موجود في الاهلي بالذات ولا في مصر ولا منتخب مصر. عبد الله بس عبد الله من عبد ساعه الله ما كان في النادي الاهلي محتفظ بقيمته طبعا الفنيه والبدنيه يعني محافظ على يعني هيبته كده الكرويه. هو عبد الله السعيد من احسن الناس اللي جت في مصر في المكان ده. صحيح. فما فيش حد تاني. انت كنت ممكن تبقى مع عبد الله السعيد في وانت في الاهلي وهو مثلا في بيراميدز وتنافسوا بعض على اللي يروح المنتخب. كابتن سمير، احنا كنا في اسئله كتير فنيه عايزين نتكلم فيها، بس دلوقتي هنطلع على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اعزائي المشاهدين والمتابعين، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده مع الكابتن على قناه الحدث اليوم. النهارده معايا نجم من نجوم الزمن الجميل. معايا نجم النادي الاهلي، بدأ ناشئ في الاهلي هو عنده 12 سنه، وكان بيدربه في الوقت ده كابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن مختار. كان من نجوم الفريق حتى بدايه تصعيده للفريق الاول بالنادي الاهلي. هيكون معايا النهارده نجم النادي الاهلي كابتن هاني العقبي. كابتن هاني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن تامر، وسعيد بوجودي معاك وموفق دايما ان شاء الله كده من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ده بحضرتك جدا، حضرتك من القامات فعلا الموجوده في مجال التدريب ومجال الاعلام. حضرتك وجهه مشرفه لاي حد. حبيبي تسلم، ربنا يبارك فيك وربنا يوفقك دايما يا رب. ربنا يخليك يا كابتن هاني. حبيبي. كابتن هاني، معانا شويه اخبار كده هنتكلم فيها، بس اول خبر واهم خبر هنتكلم فيه النهارده قرعه مونديال اليد. كان في القرعه بتاعه مونديال اليد، كانت حاجه محترمه جدا وحاجه كانت العالم كله فعلا انبهر بيها. افتتاح في سفح الهرم، بنوري العالم كله تاريخ مصر. نجوم مصر كانت موجوده، الناس كلها كانت فعلا شايفه حاجه محترمه بتحصل على ارض مصر. ومجموعه مصر كانت السويد وتشيك، وفي فرقه من امريكا الجنوبيه هي ممكن تكون تشيلي. هو لسه ما بتصفي في التصفيات بتاعتها ولسه ما بانتش. كابتن هاني، شفت الافتتاح او بص، كنت مبسوط لان انت بتوري وجه مصر الحضاري للعالم كله حقيقي. انا سعيد بالفكر اللي موجود دلوقتي، واتمنى ان يعني المره دي عملنا عند الهرم، المره الجايه بطوله كويسه تتعمل في الاقصر، مره نعمل في الغردقه، مره نعمل في شرم، مره نعمل في اسكندريه، مره نعمل في مطروح، لان انت بتوري العالم كله بلدك الحلوه عامله ازاي. حقيقي. في ناس كتير ممكن تكون ما شافتش مصر، لكن لما هيشوف وهيتفرج اكيد هتبقى دعايه كويسه. اتمنى طبعا التوفيق لاتحاد الهاندبول والدكتور اشرف صبحي ان البطوله تخرج على يعني اكمل وجه، وان شاء الله تبقى زي ما كانت القرعه كده وجهه مشرفه لمصر، يبقى كمان تنظيم البطوله وجهه مشرفه لمصر. واتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر ان هو يعني ان شاء الله يشرفنا ويكسب البطوله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن هاني. ان شاء الله. معانا فيديو عن المونديال، نشوف الفيديو اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني. كابتن هاني، هنتكلم في الاخبار النهارده، واول خبر معانا حمص سعيد بفوز الاسماعيلي وهدفنا حصد نقاط كل المباريات المقبله. طبعا مبروك لجماهير الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي، مبروك لكابتن حمص، مبروك للكابتن احمد العجوز، لكن خلينا نبقى متفقين ان النادي الاسماعيلي قدامه كتير. مش دي فرقه نادي الاسماعيلي ومش دول العناصر اللي موجودين للنادي الاسماعيلي، لكن احنا كلنا بنستمتع بكره نادي الاسماعيلي وبنبقى مبسوطين لما فريق الاسماعيلي بيبقى كويس، لانه بيطلع لنا نجوم وبيطلع لنا لعيبه وبيحل الدوري وبيخلي بصراحه من الفرق اللي لعبها ممتع. لكن النادي الاسماعيلي محتاج شغل كتير، خصوصا في اختيار العناصر اللعيبه اللي تبقى موجوده علشان يرجعوا تاني كره الدراويش الحلوه. لكن البدايه النهارده مع كابتن حمص اللي بتمنى له التوفيق، وكنت اتمنى ان المدرب اللي يجي للنادي الاسماعيلي يبقى مدرب على قدر النادي الاسماعيلي. احترامي الشديد لريكاردو اللي هو المفروض ان هو يبقى المدير الفني، ريكاردو بيمرن الدرجه الثانيه في السعوديه دلوقتي، يعني ماهوش من المدربين اللي اصحاب الاسماء الكبيره. يعني كنت اتمنى يعني نوفر فلوس المدرب الاجنبي
ونكمل الموسم بالناس اللي موجوده، كابتن حمص، كابتن احمد العجوز، وبعدين حتى لو هتجيب مدرب يبقى على بدايه السنه يجي ياخد الفرقه ويبدا يشتغل معاها. صحيح. لكن يعني كل التقدير والاحترام لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، لكن كنت اتمنى ان ده اللي يحصل. يعني هنتكلم باستفاضه عن الاسماعيلي في الفقره الجايه ان شاء الله، وهنتكلم على كل نقط الضعف ونقط القوه اللي موجوده في الاسماعيلي. الخبر الثاني، فايلر كهربا ليس جاهز لمواجهه الاسماعيلي وقد يشارك لعده دقائق. يعني انا شايف ان فرصه كويسه ان انت تجهز كهربا لافريقيا. تمام. فقصه دقائق او مش دقائق، الدوري محسوم تقريبا للنادي الاهلي. صحيح. يعني بنسبه 95% النادي الاهلي واخد الدوري. ايه المانع ان انا اخليه هو اللي يبدا مكان يعني جيراردو؟ كل الناس عماله بتتكلم عنها ان هو يعني ممكن يكون مستواه اقل من اللي موجودين. صحيح. مش ممكن كهربا يبقى مستواه اقل من كده. لا مستحيل. ففرصه ان انت تلعبه، فرصه ان انت تجهزه، فرصه ان انت تخليه يدخل بسرعه جو المباريات، عشان انت المفروض محتاجه في افريقيا، لانه لعيب تقيل ولعيب عنده خبرات ولعيب هينفعك. فاتمنى انه بدل ما تبقى دقائق لا يشارك المباراه من اولها يعني. تمام يا كابتن. شادي محمد رمضان صبحي هتندم والفلوس مش كل حاجه. الانسان اختيارات، ولعيب الكوره اختيارات. بيجي لك في وقت من الاوقات بتاخد قرار ممكن يبقى صح وممكن يبقى كتير غلط. انت بتفكر على المستوى او على المدى الطويل ولا انت باصص تحت رجليك؟ صحيح. قليل من لعيب الكوره اللي عنده الفكر ده، ان هو بيفكر لقدام ما بيفكرش في دلوقتي. قليل. وقليل من لعيبه الكوره اللي عنده ثقافه وعنده فهم وعنده ادراك وتحمل المسؤوليه. دول قليلين على فكره في مجال الكوره. تمام يا كابتن. فكتير من اللعيبه هو باص تحت رجليه، انا عايز النهارده بس، لكن هو مش شايف المدى الطويل بتاعه، لان هو مش هيلعب سنه ولا 2 ولا 3، المفروض انه يلعب فتره كبيره، وبعد ما هيبطل المفروض ان هو هيشتغل في مجال الكوره، سواء في الاعلام الرياضي او مجالس ادارات انديه او حتى تدريب. فكتير من اللعيبه وكتير من الناس اللي بتبقى موجوده للاسف الشديد ما عندوش الرؤيه دي، وعنده النهارده، عنده ما بيفكرش في بكره ايه اللي هيحصل. انا وجهه نظري رمضان صبحي مش هيتحمل ضغوط جماهير النادي الاهلي عليه، لان هو اختار طريق محدش كان يحبه. انا شخصيا وكل الناس ما كانتش تتمناه لرمضان صبحي، اللي بنقول عليه ابن النادي وبنقول عليه اتربى في النادي وبنقول عليه ان هو النادي الاهلي هو اللي عمل اسم رمضان صبحي. ما كانش النادي الاهلي يستاهل منه كده. صحيح. انا اتوقع ان رمضان هيعاني فتره كبيره جدا من ضغوط عليه، لان جماهير النادي الاهلي مش هتبقى متقبلاه بشكل كبير. جماهير كتير هتبقى مش معاه، هتبقى ضده. وهو طبيعه شخصيته مش طبيعه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ممكن عنده اتزان شويه، عنده هدوء شويه، سفر والسعوديه بعد شويه، الدنيا هديت شويه، فبقى الموضوع مفروض. لكن انت لسه قدامك العمر طويل هتلعب، فانت اخترت طريق اتحمل تبعاته. لكن انا وجهه نظر الشخصيه انه قرار خاطئ. كابتن، الاهلي اثر في ملف رمضان صبحي؟ بالعكس، النادي الاهلي جابه هو ما بيلعبش ولاعبه وجهزه واداله مرتبات واداله فلوس واداله مكافئات، كان هيبقى اغلى لعيب النادي الاهلي بيجيبه. لكن هي القصه زي ما بقول لك اختيارات. هو بص تحت رجليه وبص دلوقتي وما بصش لقدام، فعليه ان هو يتحمل تبعاته. لكن النادي الاهلي برضو اكيد لازم يبقى فيه مراجعه شويه لكل التعاقدات وكل التفاوضات وكل الفتره الاخيره دي، الناس تشوف، واكيد بيبقى فيه تقييم دوري للموضوع ده. انا متاكد لو في حاجه ممكن تبقى فيها نقص او في حاجه ممكن يبقى فيها تقصير، اظن النادي الاهلي هيعالجها وهيحاول ان هو يتفادى الموقف ده بعد كده. حضرتك شفت المؤتمر النهارده بتاع تقديم رمضان صبحي ولا لا؟ لا للاسف ما شفتوش. لا. ولا شفت الفيديو بتاع رمضان صبحي؟ لا. يعني تابعت ردود الافعال كده، كان في حركات كده يعني قد يكون نادي او جمهور الاهلي يستفز من الحركات بتاعت رمضان صبحي. انا بقول لك يعني هو لو لعيب كويس يستحمل الضغوط اللي هي هتبقى عليه. صحيح. لان جماهير النادي الاهلي انت هتلاقيها في كل مكان. انت هتروح تاكل في مطعم هتلاقي في جماهير للنادي الاهلي، هتمشي في الشارع هتلاقي، هتركب اي حته، هتروح اي مكان هتلاقي في جماهير النادي الاهلي.
فبدل ما كنت بتتعامل وكان الناس بتاخدك في حضنها وبتتكلم معاك حتى وانت مصاب ومصاب بالشهور، صحيح. كانت بتتعامل معاك بمنتهى الهدوء واقفين في ظهره بالظبط. لكن دلوقتي الوضع هيبقى مختلف، فعليه ان هو يتحمل الضغوط دي. بالرغم من رمضان صبحي لما جه الاهلي، رمضان صبحي كان قاعد دكه في انجلترا بالظبط، ما كانش بيلعب سنتين ما كانش جاي بيلعب. مستواه قليل جدا، حتى منتخب كابتن حسام بدري ما ضموش. فعلا جه الاهلي ادى ولعب عشان كده بقول ما كانش النادي الاهلي مستاهل منه كده. تمام. ما كانش النادي الاهلي يستاهل منه كده، لان في الاخر زي ما بقول بعد ربنا سبحانه وتعالى في على فكره ممكن تلاقي مليون هاني، صحيح، لكن هاني العقب اللاعب في النادي الاهلي هو واحد. مظبوط. وبعد ربنا سبحانه وتعالى ده النادي الاهلي، يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى الاول طبعا ربنا في كل شيء، لكن بعد كده النادي الاهلي هو اللي عرفنا وهو اللي خلاني انا مبطل من 15 سنه وسايب النادي الاهلي من اكتر من 25 سنه، لكن لغايه دلوقتي اتقال عليا لعيب النادي الاهلي السابق، وده لقب انا بعتز بيه وبتشرف بيه. صحيح. وببقى مبسوط بيه ان انا في يوم من الايام لعبت في النادي الاهلي، وان انا شلت كؤوس وخدت بطولات وتعبت واشتغلت في النادي الاهلي لعيب من وانا عندي 12 سنه لغايه الفريق الاول وسنتين في الفريق الاول. فده الواحد بيبقى سعيد ومبسوط بكده وحاسس ان هو عمل حاجه كويسه. فالنادي الاهلي فضله علينا كبير. ده اللي حضرتك قلته، الواحد ما بيبصش تحت رجليه، بيبص لقدام. طبعا مش كل حاجه فلوس. والله احنا يعني طبعا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكل المدربين اللي مرنتنا وكل الناس اللي ليهم فضل علينا كانوا بيعلمونا الاول قيمه النادي الاهلي، بعدين يبداوا يعلمونا حاجات مش هقول لك في الكوره، يمكن بره الكوره، ازاي تاكل، ازاي تشرب، ازاي تتكلم، ازاي تعامل الناس، ازاي تبقى انت دلوقتي عضو في النادي الاهلي، يعني انت بتحمل اسم النادي الاهلي. يعني ما تهزرش في الشارع، يعني ما تغلطش، يعني حاجات كتير جدا جدا اتعلمناها جوه النادي الاهلي، وهي الحاجات اللي احنا اتعلمناها دي هي اللي احنا مستمرين بيها لغايه دلوقتي. وانا بمرن وبحاول انقلها للعيبه اللي انا بمرنها علشان خاطر يبقوا فاهمين يعني ايه نجاح، ويعني ايه نظام، ويعني ايه التزام، ويعني ايه فكر، ويعني ايه منظومه كامله لازم تبقى يعني شغاله كلها في اتجاه واحد عشان يبقى فيه نجاح. فده اللي احنا اتعلمناه وده اللي اتربينا عليه، وده اللي احنا بنحاول ننقله للاعيبتنا واولادنا الصغيرين، ونحاول ان احنا نفهمهم ازاي يبقى لعيب كوره، ازاي يفكر، ازاي ينام، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يتمرن، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يتعامل مع زمايله، ازاي يتعامل مع مدربينه. فالقصه لو الناس فاهمه ان الكوره جوه الملعب ده غلط. كوره كتير قوي 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 بره الملعب هو اللي بيخليك جوه الملعب كويس. يا كابتن هاني سعيد بالتعاقد مع رمضان صبحي، فهو اضافه هائله لاي فريق، ولدينا اهداف وطموحات ضخمه في السنوات المقبله ونسعى لتحقيقها. طبعا يعني لازم يبقى سعيد لان هو مسؤول التعاقدات في النادي، وهو او يعني هو المدير الرياضي للنادي. مدير رياضي. فدي بالنسبه له طبعا صفقه كويسه من وجهه نظره، وشايفين ان هم عندهم طموح وان هو عايزين يبقوا متواجدين. صحيح هم عاملين حاله كويسه، لكن هل هيبقى في استمراريه مع كل المصاريف اللي بتتصرف دي؟ هل في دخل وهل في موارد هتكفي كل المصاريف اللي بتتصرف دي ولا لا؟ اظن ان الاستمراريه على الوضع ده ممكن تبقى الامور انا وجهه نظري هتبقى صعبه شويه. ومعانا على التليفون الكابتن ضياء السيد. خط قطع. نرجع تاني يا جماعه. كابتن هاني، بس انا عايزين نقول بس ان تجهيز الملعب عن طريق شركه AS جروب، والملابس شركه جو، ودلوقتي معانا فيديو عن اصابات الملاعب من اعداد معهد انسب لعلوم الرياضه، هيقدمه لنا دكتور عبد الرحمن منصور. الرحمن الرحيم، تحياتي للساده المشاهدين. النهارده هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا في المجال الرياضي، وهو استخدام المكملات الغذائيه المصنعه. الافراط في استخدام المكملات الغذائيه المصنعه بهدف تحسين مستوى الاداء بيؤدي الى العديد من المشاكل الصحيه والامراض، وخاصه امراض الكلى وامراض الكبد، بالاضافه الى التوتر العام والارهاق العام. من خلال برنامج الكابتن بنصح حضراتكم بالبعد تماما عن المكملات الغذائيه المصنعه الا في حاله الضروره، واستخدام المكملات الغذائيه الطبيعيه. زي ايه؟ زي الفاكهه الموسميه، زي الالبان، وزي الاسماك، زي البيض، زي البطاطا. كل الحاجات دي بتقدر تمد الجسم بالاحتياجات الغذائيه الاساسيه اللي تقدر تبني جسم قوي قادر على مستوى اداء جيد. كان معاكم الدكتور عبد الرحمن منصور.
اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني. هنبدا مع كابتن هاني العواقبي النهارده اسئلتنا، وهنبدا بالاسئله العامه. كابتن هاني، ايه اسباب تاخر حضرتك تستلم منصب المدير العام او سوري المدير الفني لاحد الفرق؟ بص، هو انا ما اتاخرتش. هي القصه ان انا بدات ناشئين، فريق صغير 16 سنه في حرس الحدود. بعد كده اشتغلت مع الكابتن مختار يمكن 4 سنين، ومع الكابتن محمد صلاح سنه، وبعد كده وقفنا الدوري في مصر تقريبا وقفنا 3 سنين. بعدين بدات اخوض بقى التجربه ان انا كمدير فني متاخر شويه بسبب الظروف اللي كانت موجوده، لكن يعني الحمد لله ليا الشرف ان انا مرنت تليفونات بني سويف، مرنت مركز شباب حماده، مرنت نادي بدر، مرنت دمنهور، مرنت رجاء، مرنت سيراميكا، مرنت مصر الاتصالات، والحمد لله. يعني صحيح لسه طموحي في التدريب انا ما وصلتلوش، لكن في الاخر اهم حاجه انا شايف ان انت بتصيب بصمه في المكان اللي انت بتبقى موجود فيه، والناس بعد كده بتعرف ان انت لا كنت بتشتغل، وان انت كنت مجتهد، وان انت كنت صاحب فكر، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه يعني. تمام يا كابتن. ذكريات حضرتك مع مباراه الترجي وبتروجيت؟ كان الصفاقسي التونسي. الصفاقسي التونسي. بص، كانت مباراه صعبه جدا. كان اول مره نلعب في افريقيا بتروجيت، تعادلنا هنا 1-1. بعد كده رحنا هناك بنلعب في الصفاقسي. حضرت المؤتمر بتاع الحكام يعني، وقعدنا نتكلم قبل المباراه. فشايف ناس يعني كويسه جدا وحاجه محترمه جدا يعني، والحكام بيهزروا وبيضحكوا. اتفاجئت في الماتش ان الناس اتحولت. يعني الحكم اتحول يعني، واللاين مان اتحول، بقوا حاجه تانية خالص. حاجات لينا ما بتتحسبش، وحاجات علينا يعني بتتحسب بشكل مبالغ فيه. احنا كنا ماشيين كويس في المباراه دي. على فكره المباراه دي تقريبا كانت اول مباراه لمروان محسن، وكان عنده 17 سنه، ولعبناه وكان هايل وكان كويس جدا جدا جدا. بالظبط اقوم اتفضل يا كابتن. بالظبط انا فاكر الكوره كان المساعد هنا تمام كويس، واللعيب بتاعنا محمود سمنه قاعد يحجز على الكوره والله لغايه ما طلعت تمام حجز كويس. راح جاي اللعيب بتاع الصفاقسي راح شادد محمود موقعه على الارض، ودخل الكوره جوه ولعبها بالعرض وجت جون. واللاين مان اللي هو واقف جنبيه هنا شايف جاري على نص الملعب وحاسبينها جون. طبعا انا اتجننت، قعدت اجري وعمالين بنتنطط يعني. ده الكوره اوت طلعت وفاول الاثنين، لا العب بلاي اون جون. وساعتها تقريبا يعني اتغلبنا 1-0 بس. واحنا خارجين من الملعب جمهور الصفاقسي ساعتها يعني شجعنا بشكل غير طبيعي. صحيح. حسوا ان فرق الكوره وان فرق الكوره كويسه وفرق الكوره محترمه. كان ينقصنا بس الخبرات. كانت اول سنه ان احنا نلعب في افريقيا ونشوف الاجواء دي، لكن كان عندنا مجموعه لعيبه، وليد سليمان وسيد حمدي طبعا، اسامه محمد، عمرو حسن، الفكهاني، هشام النوبي، احمد شعبان، محمد شعبان، كوفي. كابتن معانا على التليفون كابتن محمد حليم، مدير الفني نادي حرس الحدود. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن تامر، واهلا بيك كابتن هاني. طبعا حبيبي كابتن هاني معاكم طبعا، موافق حضرتك وعلى كابتن هاني. حبيبي يا كابتن محمد وموفق، والله مبسوط لك جدا وسعيد بالنتائج اللي انت بتحققها. والنهارده عملت مباراه كبيره، لكن الخبرات زي ما بنقول طبعا هي اللي فرقت. لكن في الاخر فرقه محترمه ومجهود باين وشكل باين، وفعلا حاجه تشرف يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن هاني. طبعا بشكرك طبعا، شهاده فاز بيها طبعا اخويا كابتن هاني، طبعا كابتني طبعا في نادي حرس الحدود. طبعا بشكرك جدا يا كابتن هاني. كابتن محمد النهارده اداء قوي جدا من نادي حرس الحدود، وشوفنا حرس الحدود النهارده ند قوي للنادي الاهلي، بدليل النادي الاهلي الجول بتاعه كان اتاخر جدا الشوط الثاني. والله يعني الحمد لله احنا اتفرجنا على الماتش اللي فات بتاعهم، وعرفنا طبعا النادي الاهلي بيلعب بطريقه 4-4-2، فالحمد لله كنا قارين الماتش كويس بشكل كويس. طبعا الخبرات فرقت في الاخر بشكل كبير. التغييرات طبعا انت عارف الماتشات كل يومين و3 ايام دي موضوع يعني مرهق جدا جدا للعيبه، خصوصا الانديه اللي ما عندهاش بدايل كافيه. طبعا تشوف بالك 14-15 لعيب هم بيلعبوا، طبعا بيبقى انتحار بطيء ليهم يعني لما يلعب. كل كابتن هاني طبعا عارف ان فتره الراحه طويله جدا، فتره الاعداد قصيره جدا، فده اثر بشكل كبير جدا من الناحيه البدنيه. النادي الاهلي عنده بدائل كتير جدا وبيقدر يستغلها مستر فاير بشكل كويس. النهارده
اثنين البودره اللي نزلوا قفشه ووليد سليمان هم اللي احرزوا الاهداف. صحيح. بس الحمد لله ادينا بشكل كويس جدا الحمد لله طول المباراه، عملنا شكل كويس. كنت اتمنى ان احنا على الاقل نطلع بنقطه التعادل كنا نستحقها اعتقد يعني. حضرتك اتفاجئت بتشكيل الاهلي النهارده يا كابتن؟ لا خالص، انا متوقعين جدا الشكل. التشكيل مفيش مشكله، الافراد يعني انت معروف من الو ديانج لما هيرجع هيلعب فتحي، بس طبعا في تغيير بينه وبين وليد سليمان، وعلي معلول رجوعه طبعا متوقع طبعا انه يرجع بعد الانذارات يلعب، فمتوقع جدا التشكيل بشكل كبير جدا متوقعينه. يعني كنت متوقع ان الجراد ما يبقاش المباراه انا بس بدا يعني، بس هو الشكل اللي لعبوا بيه المباراتين اللي فاتوا هو نفس الشكل، فاشتغلنا على الشكل دوت يعني، والحمد لله وربنا وفقنا بشكل كبير جدا في المباراه. باستثناء طبعا الاخطاء الفرديه اللي حصلت في المباراه هي اللي اهلت بعض الفرص النادي الاهلي. الاداء النهارده لحرس الحدود كان كويس جدا. احنا شفنا النهارده الاداء محترم، ضغط على النادي الاهلي من اول دقيقه، بدليل ان الاهلي اول هجمه ليه كانت في الدقيقه 5 تقريبا يعني، ومش هجمه، هو كان رايح على الجول يعني. فده حضرتك انت بتحفز اللعيبه. الهجمات اللي جت علينا كلها كانت اخطاء فرديه، وكانت كلها اعتقد الشوط الاول كانت هجمات مرتده. يعني حتى الهجمه اللي حضرتك عليها بتاعت مروان محسن اللي هي بطن رجله بالعرض كانت هجمه مرتده، كانت اخطاء فرديه في نص الملعب، كانت في شويه بطء في نص الملعب في لعب نص الملعب عندنا، فهي اللي خلقت فرص علينا. احنا لعبنا بشكل ضغط على النادي الاهلي من اول مباراه، لعبنا 3-5-2 لما بنضغط، لما بندافع كنا بنحاول الاثنين دول يرجعوا يساعدوا خط الظهر تحول 5-3-2. بس يعني اخطاء بقول لك حضرتك لما النادي الاهلي غير الطريقه، لعب 4-2-3-1، احنا غيرنا الطريقه ل 4-3-3، خالد سامي دخل قدام السردباكين، كان في شويه كتت شويه من الشبيني في الوان 2 بتاعت وليد سليمان، لو كان كمل معاه بشكل كويس. بس انا اعتقد ان الموضوع البدني كان غلط عند اللعيبه، لسه لاعبين ماتش من يومين مع في مصر، وان شاء الله بعد بكره رايحين نلعب المقاولين، الموضوع صعب جدا جدا. اتمنى اللعيبه تقدر تاخد راحتها وما ياثرش عليهم ماتش النادي الاهلي، عندنا ماتش صعب جدا مع المقاولين فتره يوم الخميس الجاي على طول. بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله يا كابتن حليم. ان شاء الله كابتن هاني، حضرتك حابب تقول حاجه للكابتن؟ موفق وربنا معاك، وان شاء الله باذن الله انت قدها كابتن حليم، وباذن الله حرس الحدود هيبقى في مكانه كويسه في الدوري، انا متوقع كده ان شاء الله، وموفق دايما يا رب ان شاء الله يا حبيبي. حبيبي يا كابتن هاني، ربنا يخليك يا كابتن هاني، دعواتك يعني، بتمنى لك كل خير طبعا. كابتن هاني طبعا من الناس المدربين المحترمين طبعا اللي ليهم اسم وشقوا في الصخر يعني، واتمنى يكون في مكانه احسن من كده ان شاء الله كابتن هاني طبعا. ان شاء الله نستحق اكتر من كده ان شاء الله. بالتوفيق كابتن حليم، بالتوفيق. مع السلامه. كابتن هاني، هنروح للاسئله الخاصه. حضرتك لو رجع بيك الزمن في قرار معين كانت ممكن تغيره؟ اكيد قرارات كتير. زي ايه كابتن؟ بص، يمكن انا تاني سنه مع الكابتن مختار جالي ان انا اشتغل مدير فني، وكان اسوان، وانا رفضت. فده من القرارات اللي انا لو رجع بيا الزمن تاني، لا انا كنت هبدا المسيره بدري، ما كنتش هتاخر قوي. ده كان هيفرق مع حضرتك؟ كان هيفرق معايا. ويمكن برضو كان في قرار تاني ان انا طبعا انا اتعلمت كابتن مختار كتير جدا واستفدت منه كتير جدا، لكن كان برضو في قرار انا بعد ما مسكت مع كابتن مختار، مسك كابتن طارق العشري حرس الحدود، انا كنت كابتن الفرقه ومرنت في حرس الحدود، والكابتن طارق كان كابتن حلمي هو اللي موجود. حصلت مشكله، كابتن حلمي مشي فرجع الكابتن طارق، فكلمني ان انا كنت بدل ما كنت هبقى ثالث في بتروجيت بعد الكابتن مختار وكابتن محمود صالح وانا الثالث، كابتن طارق كلمني ان انا ابقى المدرب العام معاه. وكان الناس كلها اللي هو عبد الرحيم الله يرحمه كان طبعا موافق، وكان سياده المشير طنطاوي برده كان موافق، لكن انا ما عرفتش، اتحركت ان انا اكلم كابتن مختار ان انا امشي. يمكن لو رجع بيا الزمن تاني لا كنت هرجع وكنت همشي وارجع حرس الحدود مع الكابتن طارق العشري. طيب افضل قرار حضرتك خدته في حياتك؟ هم كتير؟ لا مش عارف احدد حاجه. يمكن انا بالنسبه لي ان انا صممت على اللي انا كنت عايزه، دخلت كليه حقوق. تمام. يمكن دي من القرارات اللي انا كنت شايف ان برغم يعني معارضه تقريبا اغلب اللي حواليا، وكان اولهم كان والدي الله يرحمه يعني ما كانش موافق. انا ساكن في الهرم، كان بيني وبين كليه التربيه الرياضيه يمكن 50 متر تقريبا او حاجه،
بس انا كنت عايز ادخل كليه حقوق، وكنت مصمم عليها، وكنت شايف ان ده قرار الحمد لله كان صايب، لانها هي فتحت لي مجالات كتير وعرفتني حاجات كتير وغيرت مفاهيمي في حاجات كتير يعني. تمام يا كابتن. كابتن حضرتك في ناس كانت بتحاربك في حياتك عامه في الكوره او بره الكوره؟ اكيد طبعا، مش كل الناس بتحبك. في ناس ما بتتمنلكش الخير، في ناس بتتكلم وبتقعد تشنع عليك وبتقعد تقول عليك كلام مش صح يعني. لكن في الاخر انا مقتنع بحاجه، اللي عايز ينجح ما يسمعش كلام حد. صحيح. لازم تبقى مركز عشان تنجح. لو انت هتقعد بقى كل شويه ترد على ده، وده بيقول اصل مش عارف ايه، مع ان يعني اصلا الناس اللي بتتكلم انت لو اتكلمت هتخلي مش شكلهم وحش، شكلهم وحش دي قليله. تمام. فاهم؟ لكن في الاخر انا مقتنع بحاجه، انا اللي عايز يقول، اللي عايز يتكلم، ما بردش على حد وما بشغلش دماغي بحد. انا مركز في شغلي، انا عايز انجح. فالقصه بالنسبه لي ان انا لو انا اتشغلت باي حد بيتكلم ولا اي حد وهقعد ارد عليه، ده هياخد من تركيزي وهياخد من وقتي، فمش هيخليني انجح. لا، انا نجاحي هو اللي يرد على اي حد. طيب حضرتك راضي عن كل قراراتك؟ ده كلام في الاخر، راضي عن كل قرارات خدتها ولا لا؟ اكيد لا طبعا. اكيد في قرارات اكيد غلط. طبعا اكيد في حاجات غلط. اكيد. كابتن، عندنا الفقره الثانيه، في قرارات كانت المفروض تتاخد في وقت معين، انت اتاخرت فيها. مش عايز تزعل حد، مش عايز تضايق حد، اثرت عليك بعد كده. لكن اكيد طبعا في قرارات كانت غلط يعني، ومواقف اكيد طبعا كانت غلط. أكيد. لان أكيد. في الاخر يعني العقليه اللي انا بكلمك بيها دلوقتي مش هي دي عقليه مثلا وانا من 10 سنين. صحيح. او من 15 سنه. صحيح. او من 20 سنه. فاكيد الوضع بيتغير والافكار بتتغير، وممكن تبقى شايف صوره في وقت من الاوقات، بعد كده بتتغير بالنسبه لك لما بتشوفها بعد فتره يعني. جميل. عندنا فقره سؤال وجواب، هتقول او لا من غير تعليق. اتفقنا؟ تمام. حضرتك اجبرت حسين علي ينتقل للنادي الاهلي على حساب والله ما اجبرته، والله ما والله بص، والله وسريعا الموضوع، انا كنت مسافر، كنت بعمل عمره، كلموني في النادي الاهلي ان هم عايزين يوصلوا لحسين علي. تمام. كلمت حسين قلت له يا حسين النادي الاهلي عايزينك. قال لي ونادي الزمالك عايزيني. قلت له عايز رايي انت اخويا الصغير؟ قال لي اه. قلت له هتروح نادي الاهلي مش هتلعب، لان في مكانك فيه كان محمد شوقي بقى وحسام عاشور ناس كتير جدا، بس هتاخد فلوس. في نادي الزمالك هتروح هتلعب لكن مش هتاخد فلوس، انت عايز تختار ايه؟ قال لي النادي الاهلي بيتي. قلت له خلاص، الناس هتكلمك وروح اقعد معاهم وشوف الوضع ايه. يعني لا والله. طيب تمام. ما اديتش حد على حاجه والله. تواصلت مع اداره الاهلي من اجل انهاء صفقه وليد سليمان؟ مش تواصلت، هو لا مش عايز رشحته. ولا لا؟ تمام. حضرتك الوكلاء هم اللي بيتحكموا في تواجد المدربين في الدوري الممتاز؟ طبعا. تفضل عوده وليد ازارو للنادي الاهلي؟ لا. ليه بقى؟ انا عايز تعقيب على ده. طريقه لعب وليد ازارو ما تناسبش النادي الاهلي، على الرغم انه كان هداف الدوري 17 جول. ما تناسبش برضه النادي الاهلي. اوكي. انا بص، انا مختلف مع ناس كتير، لكن انا وجهه نظري تقييمي ليه لا مش فرد النادي الاهلي. احنا هنتكلم عن تقييم الاجانب كلهم في الفقره الجايه. تمام. اوكي. الاهلي ولا اقرب للفوز ببطوله افريقيا؟ لا، الاربع فرق يعني انا شايف فرص متساويه. الاجهز هو اللي هيحسم البطوله. تمام. بيراميدز يستحق تحقيق البطوله الكونفدراليه؟ صعبه مش سهله. المغاربه مش هيسيبوها بسهوله، وجهه نظري يعني. تمام. عماد النحاس افضل مدير فني في مصر؟ حسام عاشور اخطا في حق الاهلي؟ اخطا في حق نفسه. ما كانش دي المفروض النهايه لحسام عاشور. حسام عاشور اسمه وتاريخ ورمز، كان المفروض يحافظ على الكلام ده لغايه اخر لحظه. عبد الله السعيد ملوش بديل في مصر؟ مفيش لعيب ملوش بديل، الكلمه دي مش مظبوطه، الكلمه دي اتقالت غلط. لو مفيش بديل يبقى ما كانش في بديل للكابتن الخطيب، ولا في بديل للكابتن حسن شحاته، ولا كان في بديل لحازم امام، ولا كان في بديل لبركات، ولا ابو تريكه. لا، مفيش حاجه اسمها لعيب ملوش بديل. تمام. مباراه حرس حدود المقاولين هي الاسوأ في مسيرتك؟ بدايه الصليبي. ربع الصليبي. اوكي. كابتن، هنروح للاسئله الفنيه. دي هندردش فيها شويه لان دي محتاجين بقى تقييم حضرتك لحاجات كتير. تقييم حضرتك لاداء كارتيرون مع الزمالك، المباريات الكبيره بيأدي كويس جدا،
شفناه كسب الترجي وخد البطوله، وكسب الاهلي وخد بطوله السوبر، وكسب الاهلي تاني في الدوري، وكسب بيراميدز. لكن مع الفرق الصغيره بيتعادل وبيتغلب. فعلا تحس ان هو الفرقه اللي بتهاجمه هو بيقدر يلعب معاه كويس قوي، كويس، بيحفظ لعيبته الوقفه ازاي ويقف ازاي ويتحرك ازاي، ويبدا يستخدم او يلعب على اخطاء الخصم، ودي بيوجدها. لكن الفرقه المتكتله في نص ملعبها هو ما بيقدرش يتعامل معاها بشكل كويس. عشان كده هتلاقي الهزايم وهتلاقي التعادلات مع فرقه ما بتهاجمش، فرقه واقفه في نص ملعبها، هو ما بيقدرش يحرك لعيبته او يتعامل مع المباراه بالشكل الامثل، فساعات بتهرب منه. تمام. انا متفق في ده 100%. طيب كارتيرون اتظلم في الاهلي؟ انا عندي بس احصائيه صغيره كده جدا هقول لحضرتك. كارتيرون لعب مع الاهلي 21 مباراه، الكلام ده في جميع البطولات، كسب 12 وتعادل 6 وخسر 3. كارتيرون الوقت اللي جه فيه النادي الاهلي كان فيه اصابات كتير، وكان فيه الدنيا ما كانتش مظبوطه، القماشه كانت قليله. اه على الرغم ان هو وصل نهائي افريقيا. انا برضو خلي بالك مقتنع بحاجه يا تامر، المدرب في الاخر ما يقدرش لوحده ينجح. اكيد. كويس، هي منظومه طبعا، لكن في الاخر هقول لك ايه، هات مورينيو وروح مسكه مثلا فريق درجه تانية او فريق منتخب الصومال، منتخب جيبوتي، هيعمل ايه؟ هات جوارديولا ووديه منتخب مدغشقر مثلا، هيعمل ايه؟ احنا شفنا جوزيه مع الاهلي حقق كل البطولات، راح انجولا ما عملش حاجه، راح السعوديه ما عملش حاجه، لان انت كل عناصر النجاح كانت متوفره للنادي الاهلي، وهو كان مدرب غير ان هو فنيا كان عالي جدا، كان مش عارف اقولها ازاي بس يعني ايه، معلش اعذروني، يعني انا اقولها بلغه الكوره، كان صايع بلغه الكوره. تمام. يعني كان بيعرف يتعامل مع اللعيبه ومع الاعلام ومع الجمهور ومع المنافس بشكل غير طبيعي. انا ما شفتش حد في مصر لغايه دلوقتي جه قدر يتعامل مع المنظومه دي كلها. لا، كان بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويس قوي، كان بيعرف يتعامل مع الجمهور كويس قوي، كان بيعرف يتعامل مع الاعلام بشكل قوي جدا جدا جدا، وكان بيحط دايما المنافسين تحت ضغوط غير طبيعيه. كان ذكي جدا، انسان كان بيفكر كويس، كان عنده ثقافه، كان عنده فكر. علشان كده هو اكتر مكان نجح فيه في النادي الاهلي، واكتر مدرب تقريبا من وجهه نظري يعني افضل مدرب اجنبي جه في تاريخ النادي الاهلي على مداره. هتحط جوزيه نمره 1، ممكن تحط فايتسا، تحط لكن جوزيه لازم يتحط من اول 3. هو كان كاريزما. بص، ممكن المدرب يبقى فنيا قليل سنه، صحيح، لكن شخصيته هي اللي بتنجحه بشكل كبير. لان عشان تسيطر على كميه النجوم اللي كانت موجوده دي كلها قصه بالسهل. طبيعي. عشان تسيطر على بركات وابو تريكه وعماد متعب ومحمد شوقي وعماد النحاس وبركات والجمعه وعصام الحضري طبعا. انت بتتكلم في نجوم كبار، وسيد معوض، نجوم كبار. التعامل معاهم اصلا كويس، ازاي تكسب كل دول، ازاي كل دول يحبوك اصلا، ازاي تسيطر على كل دول. فدي كانت ميزه كانت قويه جدا انا شايفها في جوزيه، وما اظنش ان لغايه دلوقتي بعد ما جوزيه مشي ما فيش حد مدرب اجنبي جه عنده الكاريزما دي. الناس اول فايلر ما جه وعمل كام ماتش كويس، الناس كلها قارنته بجوزيه فعلا. شفنا فايلر قبل الكورونا كان حاجه تانية، صح. الاهلي بيكسب بال4 وبال3 واداء قوي جدا. بعد ما رجع من سويسرا الموضوع مختلف تماما. هل ده بسبب الكورونا وعدم جاهزيه اللعيبه، ولا ده في حاجه هو في مشكله؟ لا، انا شايف ان المشكله عنده هو. عنده هو. وبدون زعل وبدون ما الناس تفتكر ان ده انتقاد. يا جماعه انا ماليش مصلحه، انا بتكلم لصالح النادي الاهلي. تمام. انا القصه بالنسبه لي انا مش شغال في النادي ولا يعني القصه، لا، انا اهلاوي ومشجع قبل ما ابقى لعيب في النادي الاهلي. تمام. فايلر من بعد ما رجع، اولا وقت سفره كان عليه علامه مليون استفهام، ان انت ما ينفعش الفرقه تبدا بعد يومين واسافر واسيب الفرقه في البدايه، والبدايه دي هي مرحله التاسيس للي جاي. من ساعه ما رجع كانت طلباته عاليه جدا، حاجات كتير جدا طلبها زياده عن اللزوم، والنادي الاهلي عارفين اللي انا بقوله ايه، انا مش هتكلم في تفاصيل،
لكن الطلبات اللي طلبها كانت كتير، كانت مبالغ فيها. زياده. التعامل مع اللعيبه مش زي ما كان قبل ما يسافر. الشرط اللي هو حطه ان هو بعد بطوله افريقيا من حقه ان هو يمشي وانه يرحل في اي وقت، ما كانش المفروض ان هو يتحط. النادي الاهلي اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. تعامله في مباراه نادي الزمالك كان في منتهى السوء ومنتهى عدم التركيز، وبعد كده حسيت بنوع من اللامبالاه. انت مغلوب 3 والوضع بالنسبه لك كان عادي جدا ولا فارق معاك يعني لا ده احنا محروقين وبنموت وهو واقف طبيعي جدا. لا بدأ يحس بان الناس وان الكلام واكيد بقى في جلسات، فبدأ يتفاعل تاني وبدأ ان هو يبدأ يركز تاني. لكن انا بقول لك فايلر قبل السفر كان شيء، وبعد ما رجع شيء تاني. من الواضح ان هو ما اعرفش باخد قراره، هو في حاجه في دماغه، في حد في عروض ما اعرفش. لكن اللي انا بقوله انا ده اللي انا شايفه. سمعنا كده الفتره اللي فاتت ان في كلام من بيراميدز مع فايلر. بص انا ما يفرقش بالنسبه لي، يعني اصل النادي الاهلي مش هيقفل. يعني لو راح نص النادي الاهلي مش هيقفل. النادي الاهلي مش هيفرق ولا هيقفل ولا هنتهز، لان في الاخر يا جماعه احنا ما بنشجعش اشخاص، الاشخاص هيمشوا. زي النادي الاهلي ما كمل بعد الكابتن صالح سليم والكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده والكابتن حسن حمدي، صحيح يا كابتن، صحيح، والكابتن طه اسماعيل وكل النجوم الكبار دول، والنادي الاهلي كمل. وبعد ما مشي بركات وابو تريكه وعماد متعب، النادي الاهلي مكمل، هيفضل مكمل. تمام. فالقصه احنا ارتباطنا بكيان اسمه كيان النادي الاهلي مش باشخاص. الاشخاص كلهم هيمشوا وكلهم هيبقوا الى زوال. احنا كلنا